ازيكم يا شباب؟ بطل قصتنا النهارده اسمه باي، وبيبدا فيلمنا وهو باي بيحكي قصه حياته لكاتب روايات فرنسي، واللي بيبقى اتعرف على عم باي بالصدفه في مطعم من المطاعم الهنديه، وبيشوف عم باي وهو محبط لانه مش قادر يكمل قصته وروايته من فتره كبيره، فبينصحه يروح لباي عشان يسمع قصته، وبيوعده انه هيقدر يستلهم منها افكار كتيره لروايته الجايه، وبيقول له ان باي هيخليه يقتنع ان في اله بيحكم العالم. وبيحكي باي عن نفسه، بيبدا باسمه اللي بيكون على اسم بحيره مشهوره في مكان راقي في فرنسا، وبسبب حب عمه للسباحه في اي حمام سباحه بيشوفه بيقابل في رحله من رحلاته بحيره مشهوره في فرنسا، وبيحكي ان ميتها كانت صافيه لدرجه انه بيشوف كل حاجه تحتيها واضحه وجميله. ولما بيرجع العم للهند بينصح والد باي ويخلي ابنه يعوم فيها لو عايز قلبه يبقى نقي زي نقاء مياه البحيره. وبيكمل باي بيقول والده ساعتها اخذ كلام عمه بجديه وقرر انه يسميه على اسم البحيره، وساعتها بيضطر باي انه يشرح اسمه في كل مره حد بيساله فيها عن معناه، وبسبب صعوبه اسمه وغرابته بيعاني باي من التنمر في المدرسه، وخصوصا لان اسمه بالفرنسيه بيكون قريب من الكلمه بالهندي معناها الحمام. وبيحكي باي ان اسمه اللي المفروض انه على اجمل بحيرات فرنسا اتحول لمعنى قذر من وجهه نظر الناس، وبيواجه باي من طفولته تنمر اصدقائه عليه من غير ما يقدر يواجههم، لحد اليوم اللي بيقدر فيه يحفظ اطول المعادلات في العالم وبيكتب عدد كبير جدا من الارقام، وبينبهر الطلاب بذكائه، وبيتحول باي لاسطوره المدرسه في الرياضيات. وبيكمل باي وبيحكي عن اسرته البسيطه وعن والده اللي كان رجل اعمال ذكي، لانه بعد انتهاء الاحتلال الفرنسي لمدينتهم قدر انه يقنع مجلس المدينه بانه ياسس حديقه حيوان على اراضيهم، وبالصدفه بيتعرف على والدته اللي بتكون عالمه نباتات في نفس المكان، وبيقعوا في حب بعض وبيتجوزوا، وبيجي رافي العالم ويبقى شبه والدهم جدا في كل تصرفاته. وبعدها بيجي باي ابن الصغير اللي عاش وتربى وكبر معاه حبه للحيوانات. وفي يوم بيبقى باي عنده فضول انه ياكل النمر بتاعهم واللي بيكون اسمه ريتشارد، فبيساله الكاتب عن اسم النمر الغريب لانه اقرب لاسم انسان، فبيقول له باي انها صدفه خلت الشخص اللي بيسجل اسماء ركاب السفينه يتلخبط بين اسم النمر واسم صاحبه، ومن وقتها بقى اسم النمر ريتشارد رسميا. وبيحكي باي انه كان دايما بيحس بحاجه غريبه جوه عيون ريتشارد، وعشان كده كان عنده فضول يقرب منه اكتر، وبيروح للقفص اللي بيكون فيه النمر ريتشارد، وبيبقى معاه رافي اخوه لكنه بيبقى خايف جدا على الرغم من انه الكبير. وبيحكي باي ان اول ما اخوه شاف النمر وهو بيقرب منهم بيهرب بسرعه وبيسيبه لوحده، وساعتها بيقرب باي من القفص ويمد ايده للنمر عشان يخليه ياكل اللحمه اللي معاه. وبيقرب ريتشارد من باي بهدوء، وعلى اخر لحظه وبيدخل والد باي وبيشده بسرعه من قدام القفص، وبيساله عن اللي بيعمله قدام قفص النمر وانه عرض حياته للخطر، وبيقول له انه ريتشارد مجرد حيوان مش صديق زي ما هو متخيل. لكن باي بيقول له انه مش مجرد حيوان وانه روح عنده مشاعر بيشوفها لما بيبص في عيونه. فبيرد عليه والد باي بيقول له المشاعر اللي بيشوفها في عينيه دي مجرد انعكاس لمشاعره هو، وان الحيوانات المفترسه ما عندهاش مشاعر. وبينادي والده على حارس الحديقه واللي بيجي معاه معزه صغيره، وبيسال الحارس والد باي لو هو متاكد من اللي بيعمله، وده لان باي مجرد طفل صغير، وبتترجاه والده باي ما يعملش كده قدام ابنهم لانه لسه صغير وانه هيأثر على صحته النفسيه. لكن والد باي بيصمم على رايه وبيقول لها انه لازم يعلمه درس عمره ما ينساه. ويرمي الحارس المعزة عند قفص، وبيشوف باي النمر وهو بيقرب بهدوء من المعزة، ومرة واحدة بيهجم عليها بكل قوته، وبيدخل ما بين حديد القفص بكل وحشية، وبيتخض باي جدا وبيخاف وبيتعلم الدرس. وبيكمل باي حكايته وبيقول انه من بعدها والعالم فقد سحره بالنسبة له، وكان حاسس بالاحباط وانعدام الشغف، وكان كل حاجة فقدت معناها في عينه. ومن بعدها فضل سنين يدور على معنى الحياة من تاني لحد ما بيجي اليوم اللي بيقابل فيه حب حياته اناندي، وده بعد ما قررت والدته انها تعلمه الموسيقى، وبيبقى بياخد دروس طبلة، وبيشوف اناندي لاول مرة وهي بترقص مع باقي البنات على الطبلة، وساعتها بيعجب باي برقتها وجمالها البسيط، وبيحاول يتعرف عليها، وبيقعوا هما الاتنين في حب بعض. وتعدي الايام وسوء اوضاع البلاد، وبيخاف والد باي ان مجلس المدينة ياخد ارضه من تاني، فبيقرر انه يسافر كندا مع اسرته وحيوانات الحديقة كلها، وهناك بيخطط انه يبيع الحيوانات ويشتغل شغل جديد. وبتعم حالة من الحزن على كل فرد في الاسرة، واللي ما بيكونوا مش قادرين يتخلوا عن ذكرياتهم وحياتهم فجأة. وبيجي ميعاد السفر وبيودع باي اناندي، وبيوعدها انه يرجع تاني في يوم من الايام. وبتركب عيلة باي السفينة، وبيقف باي على سطح السفينة وهو بيودع وطنه وحبيبته وعينه كلها دموع. وبتعدي 4 ايام وبتوصل السفينة لاعمق قاع في المحيط الهادي، وفجأة بيحصل اعصار شديد جدا، وبيصحي باي اخوه رافي عشان يطلعوا مع بعض لسطح السفينة، لكن رافي بيخاف من البرق وبيكمل نوم. فبيطلع باي لوحده على سطح السفينة، وبيستمر بالمطر الشديد ومنظر البرق وهو منور في وسط السماء وصوت الرعد القوي،
وبيعتبر باي المشهد ده تعبير الرب عن وجوده وتجسيد لمدى قوته. لكن فجأة بتشتد الرياح أكتر وأكتر وبترتفع الأمواج لدرجة إنها بتغرق قاع السفينة. وبيشوف باي الجزء السفلي من سطح السفينة وهو غرقان مية، فبيروح بسرعة عشان يصحي أهله قبل ما السفينة كلها تغرق. وبينزل باي الغرف في السفينة لكنه بيلاقي الممرات مليانة مية وبيعوم فيها، وبيحاول يفتح الباب لكن بتزيد المية أكتر وما بيقدرش باي يتنفس، وبيخرج بسرعة لسطح السفينة عشان يطلب مساعدة. وبيشوف عمال السفينة هما بينزلوا قوارب النجاة وبيخلوه يلبس الفيست بتاع الإنقاذ وبيجبروه ينزل المركب. لكن باي بيصرخ وهو بيترجاهم ينقذوا أهله. وفجأة بيظهر الحمار الوحشي وبتبقى أقفاص الحيوانات كلها اتفتحت، وبينط الحمار الوحشي على مركب النجاة وبيهرب اللي كانوا هيركبوا المركب مع باي. وبيتقطع الحبل وبينزل المركب في المية وبيزيد موج البحر وبتغرق السفينة بالمية أكتر، وبتزق الرياح مركب باي وبتبعده عن السفينة. وبيشوف باي السفينة قدامه وهي بتغرق ببطء وبتنزل من سطح المية لحد ما بتختفي تماما وبتستمر أمواج البحر. وبيتقلب مركب النجاة أكتر من مرة وبينادي باي على أهله بأعلى صوت وعينه كلها دموع على أمل إنهم يسمعوه وسط العاصفة. بيشوف باي خيالي شخص بيعوم، فبيقرب منه دراع التجديف لكنه بيلاقي النمر ريتشارد واللي بيمسك بسرعة في الخشبة وبينط على المركب. وبيخاف باي جدا وبينط بسرعة في المية، وتحت المية يتحول المشهد قدام لصورة كام متكاملة من السفينة اللي كان نايم فيها من دقايق، لكن الفرق انها في قاع المحيط بتحوم حواليها ارواح الناس اللي ماتت من غير ما تحس. وبيخرج باي من المية وبيطلع على سطح السفينة لكن ريتشارد بيقرب منه، فبيضطر باي يتعلق بنهاية المركب وبيفضل عليه طول الليل. وبتشرق الشمس اخيرا بعد ساعات بيعدوا على باي كأنهم سنين. وبيطلع باي على سطح السفينة لكن فجأة بيظهر من تحت غطا المركب حيوان مفترس تاني وبيكون هو الضبع اللي اسمه هاري. فبيمسك باي خشب تجديف عشان يدافع بيه عن نفسه، وبيضطر يرجع تاني لنهاية المركب عشان هاري ما يوصلوش وما يكونش هاري بكامل قوته، وده بسبب مفعول المخدر اللي بياخدوه الحيوانات قبل ركوبهم للسفينة. وفجأة بيسمع باي صوت القرد الأم وبيكون اسمها أورانجوز، وبتكون متعلقة بشبكة مليانة بالموز قدرت تطفو بيها على سطح المية. فبيحاول باي انه ينقذها وبتطلع أورانجوز لسطح المركب، وبيحس باي بحزنها وبيعرف انها فقدت ابنها في السفينة. فبيتكلم باي معاها بكل عطف بيقول لها ان اكيد بابا ومامته هيلاقوها وهيخلوا بالهم من ابنها. وفجأة بيظهر هاري من تاني وبيهجم على الحمار الوحشي وبياكل من رجله وهو صاحي، وبيصرخ باي عليه وبيحاول يمنعه، وبتصرخ أورانجوز معاه وبيهدى هاري. لكن فجأة وفي نص الليل بيجي هاري من تاني على الحمار الوحشي وبيفضل يتحرك في المركب كله، فبتضربه أورانجوز على راسه وبيقع هاري على الأرض وبيفرح باي جدا. لكن بيظهر إن هاري كان بيمثل إنه ميت كوسيلة دفاع، وبيهجم على أورانجوز وبيعض رقبتها وبيقتلها. وبيتضايق جدا باي وبياخد خشب التجديف وبيقف قدام هاري في مواجهة كأنه بيتحداه وبيقول له يقرب منه. وفجأة بيظهر ريتشارد من تحت الغطا وبيهجم على هاري وبيبقى خايف جدا وبينط بسرعه في الميه، وبيتفرج على ريتشارد وهو بياكل هاري وبياخده معاه لتحت الغطا. وبيفتكر باي المؤن اللي بتكون متخزنه في جزء معين من مركب الانقاذ، وبيفتح كتاب الارشادات وبيبقى مكتوب فيها ازاي ممكن يعمل مركب صغير من معدات بسيطه، وبيعرف اماكن الاكل والميه وازاي يفضل عايش لمده ايام في المحيط من غير ما يتعب او يتصاب بهلوسه او اضطراب. فبيصمم باي مركب خشبي عشان يفضل بعيد عن المركب اللي ريتشارد فيه، وبينقل كل المؤن للمركب الصغير، وده عشان ما يضطرش يعرض حياته للخطر في كل مره بيروح فيها لمركب ريتشارد. وبيلاقي باي مذكره وقلم وبيقرر يكتب عدد الوجبات اللي معاه وبيقسم على اكبر عدد من الايام. وبيستغل باي فرصه ان ريتشارد بياكل عشان ينقل المؤن بسهوله. وبيشوف باي فار صغير، وفجاه بيخرج ريتشارد من مكانه وبيهجم على الفار اللي بيطلع يجري منه، وبيقف على راس باي فبيمسكه باي بسرعه وبيرميه ناحيه ريتشارد قبل ما يهجم عليه. وبينط باي بسرعه في الميه وبيبعد المركب بتاعه عن مركب ريتشارد، وعلى اخر لحظه بيقدر يهرب من هجوم ريتشارد عليه. وبتعدي الايام وبيلاقي باي كتاب بيتكلم عن كيفيه ترويض الحيوانات، وبيتبع اسلوب الارتباط الشرطي في الترويض، وهو انه يصفر بشكل معين بالصفاره في الوقت اللي عايز يتحكم فيه في المركب من خلال الاحبال، وده عشان يربط بين صوت الصفاره وبين الدوخه اللي بتحصل. هو بيلف المركب وبالتالي في كل مره بيصفر فيها بيرتبط عند الحيوان احساس الدوخه، وساعتها الحيوان هيكون ضعيف ومش هيقدر يهجم عليه. وبيكتب باي في مذكراته عن اللي بيخطط له، وبيقرر يتعلم صيد السمك، وبيكتب وبيقول ان ربنا خلقه قادر ياكل كل انواع الاكل، وانه قادر يعيش على البسكويت بعكس الحيوانات المفترسه واللي ما تقدرش تعيش من غير لحوم. وبيكمل بيقول ان في حديقه الحيوان كان ريتشارد بياكل 4 كيلو من اللحمه كل يوم، وانا عارف ان لو اللحمه بتاعته خلصت هيقدر بكل سهوله يعوم في الميه ويحوله لوجبته الاخيره. وفي يوم باي بيتعلم صيد السمك بيلاقي ريتشارد نط في الميه وبيصطاد السمك بنفسه، وبعدها بيعوم ناحيه مركب باي الصغير، فبيتخض باي جدا وبينط بسرعه للمركب التاني وبيشيل اي وسيله ممكن تساعد ريتشارد انه يطلع للمركب من تاني. بعدها بياخد السكينه وبيقف قدام ريتشارد اللي بيكون عايم في الميه ومتعلق بحبال المركب، وبيبقى باي هيقتله
لكن بيبص في عينيه وما يقدرش يقتله، وبيقرر يساعده يطلع المركب من تاني. وبيفضل باي طول اليوم يفكر في طريقة يقدر يطلع بيها ريتشارد المركب في الوقت اللي ينزل فيه، وبيقدر يعمل سلم صغير عشان ريتشارد يمسك فيه، وبينط بسرعة بالمركب بتاعه في المية عشان يبعد عنه. وفي ليلة بيشوف باي المحيط من تحت وهو صافي لدرجة ان اناديل البحر بتنور المحيط وكأنها السما مليانة نجوم، وبيحرك بإيده المية وبيكون دوامة من النور حواليه. لكن فجأة بيظهر حوت عملاق بينط من سطح المية وبينزل تاني، وبسبب قوة النطة بيتقلب مركب باي وبتقع منه كل المؤن والمية اللي معاه، وبينهار وهو بيتكلم مع ربنا وبيقول له يديله اي علامة على وجوده وهو هيفضل طول حياته يعبده، وبيترجاه يساعده وينقذه. وبعد شوية بتمطر السما وبيشرب، وبيخلي ريتشارد كمان يشرب معاه. وبتعدي الايام وبيتعلم باي صيد السمك، وبيعمل لنفسه مظلة على المركب الصغير بتاعه، وبيحط علب فاضية على كل جزء من اجزاء المركب عشان يوفر مية في حالة نزول المطر، وبيخلي المركب بتاعه اكبر واقوى. وفي يوم بيقرر باي انه مادام مش هيقدر يروض ريتشارد يبقى على الاقل ممكن يدربه، وده لانه مش هيستمر لفترة طويلة على المركب الصغير بتاعه. فبيقرر انه يعمل نفس تكنيك الارتباط الشرطي لكن من خلال الاكل. وبيطلع باي على سطح المركب بتاع ريتشارد وبيشاور له بالعصاية عشان يلفت انتباهه للعصاية، وبيقدر يشد انتباهه فعلا، وبيتحرك ريتشارد معاه. وبعدها بيحط باي قطعة لحمة في العصاية بعد ما بيشاور له بيها، وبيقدر يوصل له المعلومة. وبيبدأ بعدها التدريب الحقيقي وهو انه يشاور له بالعصاية في مكان معين عشان يروح، وبعدها بيرمي له لحمة في نفس المكان، وبكده يبقى قدر يسيطر عليه من خلال تعزيزه لسلوكه بالاكل. وبيتعلم ريتشارد وبيسمع كلام باي، لكن باي بيبقى عارف ان كل حاجة هتتغير لو الاكل ما بقاش موجود. وفجأة بتيجي مجموعة من الاسماك الطائرة وبتخبط في باي وريتشارد اللي بيحاول يصطادها. فجأة بتقع سمكة كبيرة في المركب، وقبل ما ريتشارد يهجم عليها وياكلها بيمنعوا باي وبيوقفوا بالعصاية وبيقول له انها ملكه. وبياخد باي السمكة من قدام ريتشارد وبينجح انه يسيطر عليه ويوصله انه اقوى منه. ومن اليوم ده وبيقدر باي يعيش مع ريتشارد على مركب واحد من غير خوف. وفي يوم بتحصل عاصفة شديدة وبيحاول باي يجمع كل المؤن في مكان واحد، وبيربط نفسه بحبل في المركب عشان ما يقعش في المية، وبتتشد العاصفة أكتر ومبيقدرش ريتشارد يثبت في مكانه، وبيتحرك مع الأمواج في المركب، وبتستمر العاصفة طول الليل. وفي تاني يوم بيفوق باي وبيشوف ريتشارد وهو دايخ وتعبان وما يكونش فيه أي أكل أو مية، ومبيقدرش باي إنه يصطاد من التعب، وبيفضل ريتشارد نايم كمان من التعب. وبيعرف باي إن هي دي النهاية وإنه خلاص هيموت، وبيتكلم مع ربنا وبيقول له إنه فقد أهله وفقد كل حاجة بيملكها، وإن دلوقتي مستعد يفقد كمان حياته، وبيعلن استسلامه. وبيخلي ريتشارد ينام على رجله وبيطبطب عليه، وبينام وهو مستعد للموت. وبعد فترة بيصحى باي وبيلاقي نفسه قدام جزيرة، وبيعرف ان ربنا عايزه يفضل عايش، وبيدخل الجزيرة وبياكل من الزرع اللي موجود، وبيتمشى في كل انحاء الجزيرة. وفجأة بيشوف قدامه جيش من حيوانات النمس، فبيبعد عنهم وبيشوف بركة من المية العذبة، وما بيصدق عينه وبينزل بسرعة يعوم فيها ويشرب على قد ما يقدر. وبعدها بيشوف ريتشارد قدامه وهو بياكل من حيوانات النمس، وبتغرب الشمس. وفجأة بيلاقي باي كل حيوانات النمس وهي بتجري بخوف وبتطلع الشجر، وبيشوف كمان ريتشارد وهو بيجري ناحية المركب وبيقعد فيها، وبينام باي فوق الشجرة. وبالليل بيشوف بركة المية وهي منورة وتحتها عدد كبير من السمك الميت. وفجأة بيشوف زهور حواليه طالع منها نور غريب، فبيفتح باي الزهرة وبيلاقي فيها ضرس إنسان. فبيقطع جون كلام باي وبيسأله عن ضرس الإنسان وإزاي جه على الجزيرة. فبيقول له باي إنه اكتشف إن الجزيرة سكانها من آكلي لحوم البشر، وإنها الصبح بتقدم مية عذبة وبالليل بتتحول المية لحمض بيحلل أي جسم ينزل فيه. وبيقول له إن أكيد في إنسان مسكين زيه وصل للجزيرة وقرر يعيش فيها حياته كلها من غير ما يعرف الفخ اللي مستنيه في الليل، وإن جسمه اتحلل ما عدا أسنانه اللي بسبب صبتها بتكون غير قابلة للتحلل. وبيكمل باي وهو بيحكي لجون ان في كل مرة كان يفقد فيها الامل بيديله ربنا اشارة تخليه ما يستسلم ويرجع يتمسك بالحياة من تاني. وبيقرر انه يركب المركب بتاعه مع ريتشارد ويبعد عن الجزيرة، وبيفضل ايام في المحيط لحد ما بيوصل لساحل استراليا، وبيوصل الشط وبيقع على الرملة من التعب. وبيشوف قدامه ريتشارد وهو بيمشي ناحية الغابة وبيقف قدام الشجر، وبيحكي باي انه ساعتها فاضل مستنيه عشان يبص له بنظرة وداع أخيرة. لكن ريتشارد بيدخل الغابة وبيختار ما يودعه. وبعد شوية بيشوف باي مجموعة من سكان الجزيرة وبينقلوه، وساعتها بيصرخ باي وبيعيط، وبيحكوا ساعتها كان بيصرخ على فراق ريتشارد ليه من غير وداع أكتر من فرحته إنه فضل عايش كل ده. وبيكمل باي وبيقول إن ساعتها دخل المستشفى وجاله 2 من الشركة المالكة للسفينة عشان يسألوه عن سبب الغرق. فبيحكي لهم باي كل حاجة حصلت، لكنهم ما بيصدقوش وطلبوا منه يحكي ليهم أي قصة يقدروا يكتبوا تقرير عنها للمسؤولين. فساعتها قرر باي يحول دور كل حيوان في قصته الإنسان، وبيغير هوية الحيوانات على أساس نظرته ليهم. وبيحكي عن حيوان الضبع إنه الطباخ اللي قتل الحمار الوحشي والقرد، أما القرد فبيكون والدته اللي بتحاول تحميه
وبتدافع عنه وبتموت في سبيل انقاذه. اما الحمار الوحشي فبيكون البحار اللي اتصاب في رجله، واخيرا النمر اللي بيكون باي نفسه. فما ينبهر الكاتب من القصة، فبيقول له باي ان في كل رواية من روايتين ملخصة ان السفينة غرقت وفقد اهله كلهم وعاش في عذاب، وبيسأله ان القصة بالنسبة له انهي احسن، فبيقول له الكاتب انه بيفضل القصة اللي فيها ريتشارد. فبيشكره باي وعينه كلها دموع على فقدانه لأعز صديق في حياته، وبيقولوا ان ريتشارد كان السبب الحقيقي اللي خلاه عايش، لان خوفه منه حفزه يحمي نفسه واداله سبب يقاوم عشانه. وبيقول له انه ما كانش يعرف انه متجوز وعنده ولدين، وانه بكده هتكون نهايته لروايته سعيدة. بيقول له باي بايده يختار النهاية، والقصة دلوقتي في ايده. فبيشكره جون لانه هيسمح له بكتابة القصة وبيعها. وبيكتب جون الرواية. باي بتعبر عن شجاع الطفل قدر ينجو من حادثة غرق سفينة، وقدر يصمد في المحيط الهادي لمدة طويلة، وإن من النادر إن